دروك المغرب دار لنا مشكله، سمحوا لي خوتي، مي الجزائريين اللي راهم في المغرب عشرات الالاف مشجعين دروك راهم يدوروا في كل المدن المغربيه، راهم يكتشفوا في المغرب الحقيقي، ماشي المغرب اللي كانت الصحافه والاعلام الجزائري يقدمه للجزائريين، اللي هو ما اكزيستيش اصلا، اللي هي دوله ما عندها والو، اون ديغي فيلاج من القرن العاشر ميلادي. راهم دروك الجزائريين في المغرب يتعاملوا مع الناس تاع المغرب، يتعاملوا مع وسائل النقل المغربيه، يتنقلوا وياكلوا ويشربوا، راهم مقيمين، راهم يدخلوا الى الملاعب، غادي يحضروا الفعاليات، غادي يحضروا المباريات، غادي يشوفوا هما بعينيهم، غادي يدوروا ويشوفوا، ماشي برك المنافسات الرياضيه، ولكن طبيعه الحياه في المغرب. سي فغي المشجعين الجزائريين راحوا قبل الى قطر، راحوا الى دول واحده اخرى، بصح لا يمكن ان نقارن الدول الخليجيه مع دول تاع شمال افريقيا. احنا والمغرب كيف كيف، شمال افريقيا امازيغ تقريبا نفس التاريخ، فتلينا نفس الشيء. احنا عندنا البترول والغاز، عندنا القوة الضاربة، عندنا لي جينيرو، هما ما عندهمش البترول والغاز. هما كانوا يقولوا لنا في الجزائر، كانوا يقولوا لنا بلي المغرب دولة ما فيها والو، دولة تافهة، دولة ما عايشينش، دولة كاتلهم الفقر والشر. دروك المشجعين الجزائريين اللي راهم في المغرب شراكم تقولوا؟ اسكو المغاربة راه كاتلهم الفقر والشر وما عندهم والو، ولا حنا في الجزائر اللي راه كاتلنا الفقر والشر وما باقي لنا والو؟ حنا اللي دولة بترولية غازية فيها كاع صوالح اللي يخلوا الواحد يتخيلها كيما سنغافورة ولا كيما اليابان، باسكو دراهم كاينين، مليارات راهم يدخلوا، بصح وراهم غادي الجزائري اللي كان بوصبع دخل الى المغرب هو بوصبع، غادي يولي الى الجزائر هو معارض، غادي يولي الى الجزائر هو شاد معاه علامة استفهام كبرى. احنا مالنا؟ احنا وراي المشكلة تاعنا. راهم الناس في المغرب يخدموا كيما احنا بشر عاديين جدا، يتشبهوا لنا نتشبهوا لهم، ما عندهمش قدرات خارقة زعما، اي كيف كيف رانا شعب واحد تقريبا. كيفاش هما راهم واصلين وحنا لا؟ عندهم مشاكل، سي فغي كاين مشاكل اقتصاديه واجتماعيه، بصح اخوتي حنا دوله قهويه، حنا دوله اللي يهدر فيها يعطوه. الحباس عندنا راه فيها اكتظاظ،